السلام عليكم. اليوم جيتكم بلا غوسات شابه بزاف اللي هي ميني برجر مقلي. هاد الوصفه شديها لرمضان شابه بزاف. غادي نديرو كاس ما دافي، نزيدو عليه مغرف خماره كبيره، ونزيدو عليه مغرف صغيره سكر، ونخلوهم يتفاعلوا، نخلطوهم ونخلوهم يتفاعلوا واحد 5 دقائق حتى ل10 دقائق. هاد الخبز يجي بزاف شباب لشهر رمضان، نبدلو شويه باش نبدلو به الروتين، وتقدروا ديروه حتى للضياف ولا ديروه للمناسبات. غادي نزيدو عليها كي تتفاعل، نزيدو عليها 3 مغارف كبار حليب بودره لحظه، ونزيدو عليها الفرينه ونبداو نلمو في العجينه. انا هنا غادي نخدم بالبيتخان، نتوما تنجموا تخدموا بيديكم، واللي بغات ما تعبش روحها دير البيتخان. غادي نديرها في البيتخان حتى تبدا تتلم معايا. نزيد عليها مغرف صغيره ملح، ونزيد عليها شويه فرفاره، مغرف صغيره فرفاره باش في المقله تنتفخ ويجينا هشيش. ونبدو نلم في العجينه بالفرينه حتى تتلم معايا. تقدروا تخدموا بيديكم. الفرينه غربلتها قبل ما نخدم بيها، ونزيد حتى نتحصل على عجينه. كي نتحصل على عجينه طريه شويه، نزيد عليها ربع كاس زيت بالكاس اللي عبرت به الماء، وندخل هذاك الزيت غايه. هنا دخلت الزيت هذاك بيدي ووجدت معايا العجينه. شوفوا العجينه كي تجي دايره، ونخلوها تخمر حتى يتضاعف الحجم تاعها. كي تخمر غادي نديرها كويرات، نخرج الهواء ونديرها كويرات فيهم 30 غرام باش يجيك الحبه صغيره ومليحه. وهاد العجينه تقطع دير لك بزاف، كيما اللي عندهم عائله كبيره ولا دير لكم بزاف. غادي نخدمهم كيما راكم تشوفوا في الفيديو، نخدمهم غايه باش يجي الشكل تاعهم شباب، ونديرهم في البيض ولا شابليو، ونوجد نحمي الزيت ونقليهم. ساهل هاد الميني برجر مقلي، ما يشدش بزاف الوقت. هنا بعد ما حميت الزيت غادي نقليهم في الزيت، ونبدا ندير عليهم في الزيت بالمغرف باش ينتفخوا معايا. غادي ينتفخوا بزاف ويجوا شابين. نقليهم ونقلبهم حتى يتحمروا غايه. نقلي كاع الحبات تاوعي ونديرهم في بابي سيرفيات ينشفوا. وغادي نوجد الدجاج، نطحن صدر الدجاج، ندير له شويه زيت وشويه حرور، شويه ملح، شويه سلك الجبير، شويه توم بودره، شويه كوري، وشويه معدنوس. وغادي نشويه في الشوايه. اللي ما عندها شوايه ديرها في المقله نورمال، دهنتها بشويه زبده وشويته. وغادي نعمر به الميني برجر، وندير فرماج فوقه، ونعاود نرده شويه يحمى باش يذوب داك الفرماج. هذه هي لا غوسيت تاع اليوم، ان شاء الله تعجبكم. سهله وما تشدش بزاف الوقت.